هذا الشكل ويبدو ان اصيب. لاحظ تابع الكرة. هكذا يفعل المهاجمين، هكذا يفعل كريستيانو وليس سيرخيو راموس، ولكن يفعلها سيرخيو راموس مثل ما يفعل المهاجمين الكبار، يفعل المدافع الاسباني الكبير سيرخيو راموس، ويسجل الهدف الاول في المباراة لمصلحة ريال مدريد. يا الله، هدف رائع. اتمنى كلاسيكو ومستقبل كريستيانو رونالدو بالكرة. جول 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 لاشبيليا. اشبيليا يسجل هدف التعادل. اشبيليا يسجل هدف التعادل. ردة الفعل مباشرة بعد ان سجل ريال مدريد. لاعب فريق اشبيليا ينشر الفرح الان في ملعب سانشيز بيجوان، ومرمى ريال مدريد يتلقى الهدف الخامس في الليغا. لكن لاحظ الكرة اللي مرت من الجميع وصلت الى الايطالي إيمبولي، وإيمبولي يسجل هدفه الاول في الليغا. ومن حسن حظه ان في ريال مدريد اذا يتعادل فريق اشبيليا، والايطالي إيمبولي يسجل هنا هدف التعادل. الكرة مرت من الجميع والايطالي يحتفل بهذه. الى كونو بيانكا يتقدم الفريق الابيض، وبيانكا نفسه يحولها جول ثاني لاشبيليا. اشبيليا يسجل الهدف الثاني. منطقي النتيجة، اداء اشبيليا وتقدم اشبيليا، والآن فريق اشبيليا يسجل الهدف الثاني لكي تصبح النتيجة هدفين مقابل هدف بنظرات كريستيانو رونالدو. وبانيجا الأرجنتيني في المباراة رقم 200 راح يحتفل الليلة بتسجيله للهدف الثاني في مرمى ريال مدريد. لاحظ الكرة اللي تحولت ووصلت إلى بانيجا. الكرة من كونو بيانكا، وبيانكا يعني الأبيض، والفريق الأبيض يسجل هنا الهدف الثاني، يمكن الثالث ينهيها اشبيليا. ريال مدريد يلعب الكلاسيكو بهذا الشكل. الثالث لريال مدريد. على ريال مدريد يورنتي يسجل الهدف الثالث. المباراة الأسوأ للريال والمباراة الأحسن لأشبيليا. ريال مدريد يتلقى الهدف الثالث، وريال مدريد شوف يعني بعد مغادرة سيرخيو راموس تبهدل الريال. بعد بالضبط سجل سيرخيو راموس الهدف، بعدها تبهدل ريال مدريد. ازداد من الأمور تعقيدا.